ضيفتنا صاحبة صوت راقي وذوق فني رفيع وأصرار على التميز. أنغامها مختلفة وأغنيتها بتشبهها ورومانسيتها علامة فارقة. النجمة أنغام.
بدي رحب فيكي، بدي رحب فيكي من القلب، وعندي سعادة فعلا مميزة وخاصة اليوم باستضافتك. أنا بدي أقول للي عم يشاهدونا إنه اليوم أنا ما رح حاور بس أنغام النجمة المطربة، أنا بدي حاور أنغام الفنانة، موسيقية، بنت البيت الفني، واللي عندها خبرة تماما بالفن بكل جهاته، وهيدي شغلة قليلة إلى حد كبير بجيلنا هلا. أنت كمان بنت مصر، مصر اللي قدمت بالموسيقى والسينما، قدمت أشياء كبيرة، واللي هي صنعت إذا بدك المخزون تبعنا نحن بالعالم العربي، المخزون الموسيقي. أنت بنت مصر تحديدا، قديش هالمخزون صنع منك، هيدا درجة أولى، وقديه كمان طفولتك اللي هي الطفولة هي بتصنعنا، البدايات بالطفولة، كمان محيطك العائلي قديش صنع منك أنغام اللي هي بلشت وبعدها لهاللحظة. خليني في الأول أنا كمان أرحب بيك يا مروان. شكرا. ويعني أقول لك قد إيه أنا سعيدة إن أنا في استضافتك النهاردة. الله يخليك. لأنه الحقيقة أنا من محبينك ومستمعينك ومن معجبين بيك وبألحانك وبفنك وبكلماتك. أوقات كتير بتكتب كلمات أغانيك. أنا بحب أغانيك كلها تقريبا، ومن أول يوم أنت ابتديت فيه أنا متابعك. يا هلا. فإذا خليني أروح لطفولتك أنغام. طفولتك وأنت من بيت فني. هو ما فيش شك إنه يعني نشأتي في بيت فيه فنانين من بداية الجد. يعني جدي أبويا، جدي الأبويا ملحن. نذكر الاسم؟ اسمه أستاذ علي سليمان. أنا والدي محمد علي سليمان، صح. جدي علي سليمان كان ملحن معروف جدا، بس كان في اسكندرية. وبعد كده جه أبويا الملحن محمد علي سليمان. طبعا هو في البداية ابتدى كعازف كمانجا، وتعلم كونسرفاتوار اسكندرية ولعب مع أوركسترات كتير، وبعدين ابتدى يلحن. لحن في البدايه لناس برضو فنانين سكندريين، وبعد كده لحن لعمي عماد عبد الحليم المغني كمان. فيعني السلسله كانت مش سهله. ابتديت كتير صغيره أنغام، بأي عمر؟ انا ابتديت اغني في البيت وانا سني 5 سنين. طبعا دخلت على طول كونسرفاتوار من سن 6 سنين، فتعلمت بيانو، وبعد كده قعدت فيه 8 سنين، وبعد كده دخلت موسيقى عربيه، اتعلمت الموسيقى الشرقي ولعبت عود، وتعلمت على ايد اساتذه كبار زي استاذ ابراهيم الحجار، حفظني موشحات وادوار. فالدنيا كانت يعني في اصوات اكيد اثرت فيكي من مطربين كبار. بالمرحله الصغيره شو ابرز الاصوات اذا بدك، او يمكن ملحنين او فنانين بهالمرحله؟ هقول لك في البدايه خالص، يعني اول حاجه غنيتها وانا سني 5 سنين، وده الشيء اللي كان غريب جدا، غنيت لرياض السنباطي، استاذ رياض السنباطي. كان في الوقت ده في قصيده اسمها قصيدة أشواق، كانت موجودة في بيتنا بنسمعها يوميا. بعد شوية انتبهت لفنانة كبيرة جدا جت زارت مصر وأنا طفلة برضو، ست فيروز. جت عملت حفلات في مصر وكانت يعني حدث كبير جدا في البلد انه فيروز موجوده وفرقتها الفرقه الموسيقيه، وكان لسه الاستاذ عاصي رحمه الله عليه كان هو القائد الفرقه. فطبعا انتباه كامل، يعني حصل تاثير وسحر عليا من ست فيروز. دي كان يعني تاني حد فيكي هالشخصيه الحالمه أنغام، الشخصيه الحالمه بالموسيقى اذا بدك. كمان رح نكفي، بس وصلنا للقسم هيدا الاول بدنا نقفل فيه بأغنية للسيدة فيروز بصوتك انت. جاهزين؟ يا ريت. حنترافق، حكون معك على البيانو. يا ريت. صار بعد سهر
ورد وحكي وأشعار، بس سهر بس سهر سهر. بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع، أحق الناس نحن فيك. بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع، أحق الناس نحن فيك. رح فتح ابوابي وانده على اصحابي، رح فتح ابوابي وانده على اصحابي. قلن قمرنا زار وتتلج الدنيا اخبار، بس صار بس صار 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 بعد صار صار تا يحرز المشوار. كتارها وزوار شوي وبيفلوا، هو عنا الحلا كله وعنا القمر بالدار. ورد وحكي وأشعار، بس سهر بس سهر سهر. ومتابع حلقتنا الليله مع النجمه انغام. انغام، انا بحب اقول انغام بدون لقب، وقت بيكون الفنان هالقد باصم وهالقد له حضوره وهالقد له حجمه، خلص بصير الاسم، بتحسي هيك انه بصير طبعاً. الاسم هو العنوان احلى الأساسي. كتير. انغام، انت حالمه بوجهك، باغانيك، بصوتك، ورومانسيه الى ابعد مدى، بس كمان في شخصيه سائره على امور كثيره، وهالقد انت حريصه يعني تحددي اعمالك شو هي، شو حتى تعاملك، برجع بقول مع المحيط تبعك، مع الفرقه، مع الناس، هالقد واضح، يعني عارفه شو بدك تماما. صوت انغام وين اكثر؟ هل هو طربي؟ هل هو تعبيري؟ ما بتحسي باي مطرح؟ انا بحسه يمكن تعبيري اكتر من طربي. يعني انا عموما مدرسه التعبير هي المدرسه الاقرب لقلبي. الطرب هو عم بيطلع بعفويه منك، بمخزون اذا بدك، عم بيطلع صحيح بالثقافه، من بالثقافة، ثقافتي، صح. من سمعي الكتير، من الثقافات الكتير اللي انا اطلعت عليها موسيقيا. صح. انما اكتر يمكن انا بحب المدرسه التعبيريه اكتر، ده حقيقي. هذا اللي عم نشوفه. على على سيره المدرسه التعبيريه، عبد الوهاب بيوصف نجاة الصغيره وبيقول عنها انها كانت مغنيه تعبيريه. وكانه بده يقول انه الاحساس كان مكثف اكثر، صحيح. والتعبير كان مكثف. السيده نجاة بالنسبه لي صوت سليم، ويعني عنده دقه في توصيل اللحن مبهره بالنسبه لي. يعني هي بتقول الجمله بتاعه الملحن بدقه تحسد عليها الحقيقه. يعني هي اكتر حد بيوصل جمله عبد الوهاب مثلا، او عموما جمله الملحن، هي بتوصلها بامانه غير عاديه. وعندها دايما طريقه، عندها اسلوب في الغنى، مدرسه هي محافظه عليها طول الوقت، ما تخرجش عنها كتير. صحيح. عكس مثلا الست ورده. الست ورده بتوري لك اللحن، بتسمعك اللحن اللي عامله الاستاذ عبد الوهاب او الاستاذ بليغ او استاذ حلمي بكر او استاذ عمار الشريعي لما لحلها له. كل المدارس بص قد ايه مختلفين، بس دايما عندها بصمتها، تاخذها لعندها، دايما عندها ابداعها هي الشخصي، دايما عندها
طريقه اداء، وجهه نظر تانية في الجمله غير وجهه نظر الملحن. وكانت عصريه دائما، يعني دائما قريبه من الجيل. صحيح. ما فينا نقطع على موضوع تاني بدون ما نسمع شيء لوردة بصوتك. في شيء هيك بدون موسيقى بدون شيء. على فكره صوتك انا مش عم بقدم شهادات، انا اقل من اني اقدم شهاده هون. بس صوتك هو هالقد له حضوره مع الموسيقى او بدون الموسيقى. وهيدي شغله مميزه، ما بعرف من وين بتجي بالضبط. بتجي اكيد من الدراسه، بس بتجي من احساس. يعني بتحسي الصوت هو عم بيعبي المساحه كلها سوا. هي نعمه يعني. ما هيك؟ نعمه اكيد، اكيد نعمه من ربنا اكيد. شو حنسمع للسيده ورده؟ انا مش محضره في بالي حاجه، بس انا حافظه لها كتير، يعني هحاول افتكر حاجه من الجمل اللي بحبها يعني. لو قابلتك من زمان كانت حياتي اتغيرت، ولا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمها اتقدرت. لو قابلتك من زمان كانت حياتي اتغيرت، ولا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمها اتقدرت. مكتوب لنا طول عمرنا نقدر نقابل بعضنا مهما بقى آن الأوان. الله الله. أنغام بتعيشي حالة غنية، وكأنك بتتقمصي الأغنية كل مرة بتغنيها. قديش حالتك الشخصية بتأثر على الأغنية، وقديش الأغنية بتأثر عليكي؟ يعني بمعنى قد ايه أغانيك بتحكي عنك؟ أكيد مش كلها، أكيد، وحتى مش معظمها. بس أنا عندي مشكلة مع الموسيقى، أنا عندي مشكلة دايما مع اللحن، يعني شغفي أكتر في اللحن. دايما الموسيقى هي اللي يعني ممكن أغير الكلام لو مش عاجبني قوي، لأنه اللحن عاجبني قوي. هذه صفة موسيقية، صفة الموسيقى عموما. يعني لأنه عادة إجمالا المرأة بتحبي بأذنها، بتحب بودنها، صحيح، الكلمة وشو بتقول الكلمة، والناس كمان عموما أقرب لهم الكلمة، بس اللحن هذه صفة فعلا. أنا غريبة شوية، يعني أنا يمكن العكس. هيدا اللي عم بعرفه اليوم، بدي أخلي الناس يعرفوه كمان. أنغام مش حالة غنائية بس، هي حالة أوسع من هيك. بس برجع بقول أنت حالة بحد ذاتك، حالة وانت وعايشه حالة كمان، وعايشه وفي اغنيه عايشه حالة. انا عايشه حالة، من الاغاني الحلوه كثير قوي، بحبها قوي قوي قوي. يا ريت. أنا عايشة حالة مش عارفة إيه آخرها، مش عايزة حاجة من الدنيا تاني غيرها، عايشة وخلاص مش عارفة إيه هيجرى، ولا عندي أي فكرة بكرة مخبلنا إيه. بتكون معايا بنسى اسمي ومكاني، وبقول كفاية لحظة تعيشها عشاني، إحساسي بيك بالعالم واللي فيه. دي ليالي كنت بحلم بيك في خيالي، والنهاردة بقيت قدامي، يبقى فكرني يا حبيبي لحظة جنبك بالعمر ده كله، انت بس اللي بحب اقوله عني حاسة بيه.
ما بخافش من السنين. خد مني روحي، خد كل حاجة فيا، مش عايزة حاجة غير بس اللحظة دي، ومش فارقة روح يا حبيبي معاك اللي فيه. دي ليالي كنت بحلم بيك في خيالي، والنهاردة بقيت قدامي، يبقى فكر ليه يا حبيبي. لحظة جنبك بالعمر ده كله، انت بس اللي بحب اقوله عاللي حاسة انا بيه. الله 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 يا أنغام، دخلتينا بحالة رائعة. منتابع هالحلقة المميزة بعد الفاصل. غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. يا شوقي واحتراقي في انتظار الموعد. غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. يا غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. يا شوقي واحتراقي في انتظار الموعد. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما أهاب. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب، حين استجاب. وأهلت فرحة القرب به حين
أم، أنغام، من المدرسة التعبيرية اللي حكينا عنها لنجاة الصغيرة، وأكيد عبد الحليم كمان هو مدرسة تعبيرية مهمة، وفي أصوات كتير بمصر قدمنا هلأ لأم كلثوم اللي هي مدرسة أخرى، طريقة أخرى بالغناء، أكيد عنوانها طربة. أم كلثوم شو تأثيرها عليك أنت؟ على بغنائها وباختياراتها كمان الفنية إذا بدك. هكون صريحة معاك. الست أم كلثوم ابتدت يعني توصل لسمعي متأخر شوية مم. عن يعني بعد ست فيروز. ابتديت أفهم وأستوعب مين أم كلثوم عن سن يعني متأخر شوية. على فكرة بدي أقول كمان ولو بقاطعك إنه هالسؤال سألته كذا مرة لأكثر من مطربة، وكان الجواب دايما إنه أم كلثوم استوعبناها عن كبر. ليه برأيك؟ ليه مثلا فيروز بنحبها بعمر صغير، أم كلثوم بدها النضج، نضج فني أو عاطفي؟ الاثنين. أنا يمكن كان بالنسبة لي نضج فني، نضج حتى موسيقي، يعني ابتديت أستوعب شكل الأغنية، المقدمة الطويلة، الكلام الأعمق العميق جدا، أسلوب الغنى العظيم، في عظمة في الغنى، في أداء عايز ودن ناضجة، عايز روح ناضجة، تبتدي تستوعب وما تخافش، لأن هي عندها هيبة غير عادية. فممكن شوية يعني في طفولتك تخاف أو تهرب من الهيبة. أنا ده كان شعوري، أنا بتكلم عن حالتي. صحيح. نعم، عم تحكي مع إنه الست فيروز عندها نفس الهيبة بس بشكل مختلفة، تاني، بطريقة مختلفة. صحيح. انما الست ام كلثوم عايزه شخص يعني ابتدى يحس هو نفسه، يعني ابتدى يفهم نفسه اكتر. أيوة. يعني عشان يبتدي يستوعب. هيك قلت لك كمان في الموضوع اذا بدك النضج، العمر والعاطفه. صحيح. التعبير عند ام كلثوم جدا عميق ومحسوس كمان بالكلمه العاطفيه، صحيح بسيطه بس قوي جدا، قوي جدا. يعني لازم انت تكون مستعد له نفسيا وعاطفيا ويعني شخصيا. صحيح. انه تبتدي تفهم يعني ايه وقفه ام كلثوم، يعني ايه طريقه اداء ام كلثوم، كلها التفاصيل، والتعبير الرهيب يعني. طيب خيارات ام كلثوم بدي كمان اعكسها على خياراتك، يعني بدي اقول ام كلثوم كمان اللي حقق كمان اسمها الكبير، كمان انتاجات كبيره وملحنين عباقرة. طبعا. وهي عرفت تماما تنقل من مرحلة لمرحلة، لا تقرب للناس بعدين مع بليغ ومجموعة كبيرة رغم عظمة كمان السابقين بالأول. طبعا هالموضوع خياراتنا هي بتقرر فعلا نحن مين، خصوصي بالفن. هي واكبت، يعني هي وقت ما كانت بتغني للأستاذ الأصابجي مثلا كان هو ده السمع بتاع الجمهور. صحيح. لما اتنقلت للأستاذ السنباطي هي نقلت الجمهور معاها، يعني التوقيت كان مظبوط دائما. طبعا هي طبعا ذكائها يعني كان غير عادي، وزمانها اصلا كان الحقيقه في حظ كبير ليها ولوجودها مع الملحنين والشعراء اللي كانوا موجودين. قد بتحسي هذا الحظ موجود او مش موجود هلا؟ لا الى حد كبير انا بعتبر نفسي من المحظوظات يعني، او المحظوظين، لان انا برضو تعاملت مع شعراء وملحنين الحقيقه انه يعني كلهم موهوبين جدا، بداية من أبويا للشباب اللي بتعامل معاهم دلوقتي. أنا بشوف إن هم على المستوى المطلوب بالنسبة لي. وفعلا مثل ما تقولي هيدا حظ، وتكون كمان الفنان محاط بكمية من المبدعين. صحيح. في الموضوع اللي هو أنا كمان لفتني إنه قدمتي حضرتك للسيدة فيروز سهر بعد سهر، وللسيدة أم كلثوم كمان أغنية غدا ألقاك، وهودي اثنيناتهم من ألحان عبد الوهاب. هلا انا بعرف قديش انت متحزبه او قديش انت بتنتمي لعبد الوهاب، وانا زيت الشيء يعني. المشكله انه عبقريه عبد الوهاب لا تلغي عبقريه البقيه، يعني خصوصي بمصر، يعني شو بدنا نسمي تنسمي، بس عبد الوهاب حاله خاصه على الاقل بالنسبه لإلك وبالنسبه لإلي، وهي حاله عربيه. ليش عبد الوهاب؟ شو بيتميز عبد الوهاب؟ وليش دائما وقت بدك تغني اي شيء حتى لو مطرب ثاني بتلاقي اخذك لحن عبد الوهاب؟ شو بيفرق تركيبة لحن عبد الوهاب عن كل البقية؟ أقرب لروحي، أنا هتكلم عن نفسي، معرفش يعني أنا معرفش أنت أسبابك إيه، بس أنا أستاذ عبد الوهاب أقرب لروحي، أقرب للموسيقى اللي بحبها، أقرب للشكل الجملة اللي على ذوقي، أو اللي أنا بحب أغنيه، أو اللي بيليق عليا. يعني بحس دايما إن جملة أستاذ عبد الوهاب
لايقه على صوتي، لايقه على يعني مش بس انا مثلا بعشق استاذ بليغ، يعني بليغ حمدي مفيش حاجه ظاهره يعني عجيبه الشكل وجمل عجيبه وجميله وجديده وما حصلتش. صح. وفي اختلاف كبير عن الاستاذ عبد الوهاب صحيح. في جمله بليغ حمدي. انما انا لو قلت لي غني لام كلثوم هتلاقيني رحت ناحيه عبد الوهاب غصب عني. الاناقه اول شيء يمكن في صحيح في جمله انيقه ليها باب وحيطان وليها فيها ديكور وفيها يعني اي في ملوكيه في تربيته كمان هو. غير انا مره سالت بالحياه الخاصه يعني الست ورده الله يرحمها، سالتها بوقتها قلت شو الفرق مزبوط بين عبد الوهاب وبليغ؟ قالت لي بليغ كان طاير وممكن يطلع معه اللحن بعفويه غريبه، عبد الوهاب كان زي الخياط قالت لي يعني بيخيط الشغله وبيدرسها مزبوط وبيحط لها الحليو تبعها. فعلا كان يشتغل على كل صوت. هلا ما بدنا نقعد نوصف كل الوقت وما بده وصف، بس هالقد كان يعرف كل صوت شو بده. حقيقي. بما انه وصلنا لعبد الوهاب، شو بدنا نسمع شيء له هو بصوتك؟ انا حافظه خيارات كبيره، بس شو بدنا حافظه له كل حاجه تقريبا، بس يعني اللي ممكن نلعبها انا وانت او نغنيها على البيانو. لا مش انا اللي ابكي الله. من احلى الحاجات. يلا سوا فاذا انا معك. نتابع حلقة الليلة من طرب أيضا مع نجمتنا أنغام. وصلنا للفقرة الأخيرة. أنغام، علاقتك بالموسيقيين علاقة خاصة، وبنرجع للقسم الأول وقت اللي حكينا علاقتك بالبيت، ومثل ما قلتي والدك كان عازف كبير بالفرقة الماسية مثل ما عرفت منك، وكل المحيطين بقى هيدي خلقت علاقة خاصة مع الموسيقيين، يعني وكأنك تنتمي لهالعالم هيدا. لانه دراستي كمان موسيقيه، يعني انا من ثالثه ابتدائي. بدنا نقول للمشاهد شو درستي؟ انا درست بالكونسرفاتوار من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي، يعني الابتدائي والاعدادي بالكونسرفاتوار بدرس موسيقى غربي بحت. ولعبت بيانو يعني على ايد اساتذه منهم اجانب فرنسويين والمان ومصريين. بعد كده اتنقلت معهد موسيقى عربيه، اتعلمت الموسيقى الشرقي وتعلمت الموشحات والادوار زي ما قلت لك على ايد استاذ ابراهيم الحجار والد فناننا الكبير استاذ علي الحجار. وتعلمت شرقي ولعبت عود. وبعد كده اخذت البكالوريوس من معهد موسيقى عربيه. فانا عندي زمايل من كونسرفاتوار، زمايلي اللي هم دلوقتي جزء كبير جدا منهم بيلعب معايا في الفرقه الموسيقيه اللي بتصاحبني على المسرح. هي دايما معي.
وليا دايما معايا، هم زمايلي، في منهم زمايلي، في منهم اساتذتي، وفي منهم اصغر مني، يعني جيل جديد. وكمان من الناس اللي حتى الملحنين والموزعين منهم زمايلي واصدقائي، والناس اللي بتكتب الوتريات زي المايسترو هاني فرحات، اصلا زميلي من الاكاديميه من الكونسرفاتوار. فانا فعلا علاقتي بالموسيقيين مش عاديه، مش زي اي علاقه مطرب او مطربه بالموسيقيين، هم اهلي، يعني اصدقائي واصحابي وزمايلي. حلو. قد ايه بتحسي، وهي شغله بديهيه بس انا بدي اعرفها منك، قد ايه بتحسي الموسيقي مهم وضروري؟ قد ايه بكفي شكل المطرب على المسرح؟ يعني انا بعرف انه قديش صعب انت تغني بدون فرقتك، بدون الاعضاء، اعضاء الفرقه، اعضاء الموسيقيين اللي انت متعوده عليهم. مظبوط. ما في شك عندنا موسيقيين جدا بارعين بمصر، بس كمان هيدي ما بتخلق لك مشكل اذا احيانا انت بدك تكوني بمحيط اخر، يعني لا بتخلق لي المشكله طبعا. اولا انا بهتم بالبروفا جدا، يعني البروفا بالنسبه لي حاجه مهمه قوي. بنعملش بروفا واحده، بنعمل اكتر من بروفا، وبنعمل بروفتين غير، يعني بروفا مع مثلا الكيبورد والجيتار والدرامز والكومبو زي ما بنسميه، وبروفا مع الوتريات لوحدها، وبعدين بنجتمع مع بعض. فاحنا ممكن نوصل ل5 6 بروفات قبل ما نطلع حفله، خصوصا لو شغل جديد. قد ايه بيسمح لك الانتاج بهالايام اللي هو انتاج سريع سريع ويلا بدنا نخلص الحفله ويلا؟ لا لما بيكون انا بحضر سيزون، يعني بحضر موسم، فانا مثلا خلصت البومي وهنطلع نغنيه على المسرح في اول حفله، فدي ليها بروفات خاصه تماما، بتبقى بكثافه وعدد كبير وعدد ساعات طويل الحقيقه. والحقيقه انه انا ليا دلال، عشان بس اكون يعني اقول الحق، انا ليا دلال على الموسيقيين وعلى زمايلي بالتحديد، وبعدين هم نفسهم بيكونوا سجلوا الاغنيه في الاستوديو. كمان فبيبقى في جزء اتشال من عليا ان هو لعب الاغنيه اصلا في الاستوديو، فاحنا بنلعبها في البروفا على المسرح احنا شبه جاهزين. يعني اللي ما سجلش الاغنيه هو بس بيلعبها على المسرح، هو اللي بياخد وقت شويه في استيعابها، بس الوتريات غالبا بيكونوا هم نفس الناس اللي سجلوا الاغنيه في الاستوديو، فهو سمعها ولعبها وقراها قبل كده، بيلعبها على المسرح. ممكن تبقى في صياغه جديده للمسرح مختلفه شويه عن الاستوديو، نقلل حاجات بنزود حاجات، انت فاهم طبعا. بس لاحظت انا اليوم ببروفتنا كمان انه هالقد التفاصيل اللي هي موجوده بذاكرتك انا عندي المشكله دي. يمكن عشان انا اكاديميه، يمكن الفنان الاكاديمي او الموسيقي الاكاديمي عنده مشكله في التفاصيل، ما بيعرفش يخرج يعني ولو خرج، حتى لو هنخرج لازم نوضبه، يعني لازم يكون مترتب له ومعمول له بروفات. فالوقت هو العنصر الاساسي. الوقت بالنسبه لي عنصر. كنا نشوف بروفات الكبار كمان قديش كانت التفاصيل مهمه. من الحقيقه انغام حابب احكي معك كثير، كنت في مواضيع كثير وبتعني لي فوت بتفاصيل، وخصوصي انت بنت هالبيئه وهالقد. بتعرفي وانا وقت رحت على مصر كان همي اتعرف على الفنانين وعلى استديوهات وعلى عازفين، تعيش هالعالم هذا. عالم غني جدا، بس وصلنا للاخر للاسف. بس انا بشكرك على هالحديث الحلو. شكرا ليك، انا اللي بشكرك والله، ومن احلى الاحاديث اللي قضيتها. اي شكرا. وعلى صوتك الرائع دائما انغام. ونختم باغنيه انا بحبها كثير والناس حبوها كثير، وما في شك حققت شعبيا اذا بدك شكل كبير، يعني سيدي وصالك، هالاغنيه الرائعه وبتحمل جواتها كم كبير من الطرب. صحيح. انا حابب انه شاركك فيها الليله، ارجوك اذا ما في مانع. بالعكس يسعدني، وبنختم فيها حلقتنا الرائعه. شكرا لك.
انت يا سيدي حس بيطرق بحالي سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك زاد علي حنيني زاد علي حنيني زادني دلالك عشقي وانت ناسيني من بعدك طال والإغراضي يا ضيع عيني راح فين ونادك ليه عز الدلالي بينك وبيني من بعدك طار وله راضي يا ضيع عيني راح فين ودادك في عز التلاقي بينك وبيني سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك زاد علي حنيني عشي وانت نسيني سيدي وصالك فين قلبك لغيري ولا انت شاري سيدي منان العين تحيا بقربي ليلي ونهاري سيدي وصالك فين قلبك لغيري ولا انت زمان سيدي منان العين تحيا بقربك ليلي ونهاري سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك سيدي وصالك زاد علي حنيني زاد علي حنيني زادني دلالك عشقي وانت ناسيني ده انت النسايم اللي بيها العمر حالي انت يا سيدي حس بيا تروح في حالي ده انت النسايم اللي بيها العمر حالي انت يا سيدي حس بيا